بعد أن زارت مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن، سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أنجلينا جولي تحط بطائرتها على أرض مخيم دوميز للاجئين السوريين في دهوك في إقليم كردستان العراق. نحو 20,000 لاجئ سوري كردي كانوا في استقبال النجمة التي لم يعتقدوا أنهم سيلتقوها وجها لوجه. الشيء المهم أن تبقى الحدود مفتوحة للمواطنين السوريين الذين يرغبون عبور الحدود. حكومة الإقليم اتخذت خطوات وخصصت أموالا لدعم اللاجئين، والمجتمع الدولي سيتخذ خطوات أوسع للمزيد من دعم اللاجئين. جولي اطلعت عن كثب على أحوال اللاجئين السوريين في مخيم دوميز، المخيم الذي لم ينقطع توافد النازحين السوريين الأكراد منذ أن فتحته حكومة إقليم كردستان قبل حوالي 6 أشهر. زرت جهات الأربع من حدود سوريا، ولكنه المخيم الأول الذي أرى فيه بوادر تحضيرات لفصل الشتاء، ودائرة الإقامة هنا تسمح للاجئين بحرية الانتقال والخروج من المخيم. هاي زيارة كتير مهمة لنا، لأنه نحن تعذبنا كتير، وأي إنسان يجي يساعدنا نحن كتير نرحب فيه، نحن بدنا مساعدة. زيارة أنجلينا جولي لمخيم دوميز في دهوك هي الرابعة من نوعها لمخيمات تضم لاجئين سوريين في الدول التي تجاور سوريا. جولي أشارت بتحضيرات مخيم دوميز لفصل الشتاء، وكذلك إعطاء إدارة المخيم للاجئ السوري الكردي حرية التنقل والعمل داخل أراضي إقليم كردستان. من داخل مخيم دوميز في دهوك، أحمد الحمداني، العربية.